حياتك الأخرى تبدأ عندما تدركي أن لديك حياة واحدة. يعني بمجرد إدراك إن ما عندكيش غير حياة واحدة هتكون بدأت حياتك الأخرى، بمعنى إنك تتغيري فعلا، تغيري عندك القيم والمفاهيم والاهتمامات، وتبدأي تركزي أكتر على إسعاد نفسك وتطوري. علشان كده جهزي معايا مشروبك المفضل واعملي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا وسهلا بيكم في فيديو النهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو الأول من سلسلة فيديوهات التخطيط للعام الجديد. أنا عارفة إن المقدمة ملهاش علاقة بموضوع الفيديو النهاردة، ولكن أنا حسيتها إن هي تكون بداية جديدة لينا، أو يوم ولادتنا. لو في حالة إن احنا فعلا ناويين إن احنا نتغير وناويين إن احنا نبني مستقبل سعيد مبسوطة، كل حاجة حلوة. أنا عاوزة أقولك إن التخطيط مش هو الحل، ولا هو أول خطوة في طريق النجاح والتغيير. أول خطوة المفروض تكون معرفة نفسي، وأفضل أسأل نفسي: أهدافي إيه؟ رؤيتي إيه؟ أولوياتي إيه؟ إيه هي المشاكل اللي بتواجهني؟ إيه هي الحاجات اللي بتعطلني؟ إيه هي الأفكار اللي مقيداني ودايما مخلياني مش عارفة أبدأ؟ إجابة كل الأسئلة دي هي البداية، ثم التخطيط لكل الإجابات اللي هتطلع من الأسئلة دي. ناس كتير بتبدأ من النهاية، وهي إن أنا عاوزة أتعلم تخطيط، عايزة أخطط لبكرة، عايزة أخطط للشهر، عايزة أخطط لأهدافي وأتعلم التخطيط. ونفضل نحوس نختار ما بين الدفاتر البولي جورنال ولا البلانر والأشكال الكيوت الموجودة في السوق دي، وبنبدأ من النهاية. الحيرة بين أدوات التخطيط، وإن أكون دايما حريصة إن أختار أدوات شكلها حلو ولذيذ وتفرحني كده وتشجعني، دي مش حاجة وحشة خالص. لكن لما أبدأ بيها ده هيخليني أكون متحمسة جدا جدا في الأول، لكن مع أول مطب أو مع بداية أول مشوار أو أول أسبوع مش هقدر أكمل الأسبوع التاني، لأن أنا مش واقفة على أرض صلبة. وده لأني ما عنديش إجابة للأسئلة اللي أنا سألتها المفروض لنفسي في بداية الطريق. فلأي حد محتاس مش عارف يبدأ منين، لأي حد مش عارف يبدأ تخطيط دلوقتي ولا بعدين، طب أبدأه إزاي؟ في فيديو النهاردة هشارك معاكم خطوات مهمة جدا جدا قبل ما نفكر فيها اختار أدوات إيه، أو قبل حتى ما نفكر إن أنا عايزة أتعلم تخطيط أو أخطط لحياتي إزاي. فيلا شارك معاكم 5 خطوات مهمة جدا جدا نبقى واعيين بيهم، وهي الخطوات اللي هتساعدنا قبل ما نتعلم التخطيط وقبل ما أحط خطة لحياتي اللي جاية، أو حتى قبل ما أحط خطة لبكرة. محتاجة أسأل نفسي وأعرف عن نفسي حاجات كتير جدا تساعدني وتدعمني إن أنا أكمل. فيلا بينا نروح على طول على أول خطوة في فيديو النهاردة، وهي معرفة أدواري في الحياة أو أدواري في الحياة. قبل ما أتعلم التخطيط وطرق التخطيط محتاجة أعرف أدواري إيه في الحياة. كل حد فينا بيمارس أكتر من دور في حياته، ومن الضروري إن يكون عندنا وعي بأهمية ومعرفة أدوارنا في الحياة، علشان لما نيجي نكتب خطة تكون من ضمن الخطة دي فيها أدوارنا، فيها طرق وخطوات تساعدنا على الارتقاء والتطوير والتحسين كمان. ولو بصيتي على كل الأهداف اللي كنت بتكتبيها قبل كده والخطط اللي برضه ما كنتيش بتستمري عليها، هتلاقي نفسك كنت مركزة على دور واحد بس وعاملة باقي الأدوار. هنقول 3 أدوار بس والباقي مش واخدة بالك منهم. علشان كده مهم جدا نعرف أدوارنا ايه، علشان لو انتي ما يكونش بس محور حياتك هو دورك كأم وزوجة وربة منزل. ولو انتي طالبة برضو ما يكونش كل محور حياتك وتفكيرك بيدور حوالين دورك بس كطالبة. عندنا أدوار كتير جدا محتاجين ناخد بالنا منها. علشان كده في البداية مهم جدا نعرف أدوارنا ايه قبل ما نعرف عن التخطيط وازاي أكتب خطة سواء سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية كمان. قبل ما أتعلم عن التخطيط سواء السنوي أو الشهري أو الأسبوعي أو اليومي لازم يكون عندي رؤية واضحة. لازم أكون محددة المشاريع اللي أنا شغالة عليها، الأهداف، المهام والعادات كمان. تحديد طريقي وتحديد هدفي ووضوح الرؤية بالنسبة لي أهم بكتير جدا من إن أنا أقعد أدور وأشوف وأبحث عن إزاي أكتب خطة أسبوعية وشهرية ويومية. لازم يكون آخر همي أحط خطة شهرية، الأهم والأصح
اللي أنا لازم أتعلمه هي إني أنا أعرف أهدافي المناسبة ليا في الوقت الحالي إيه، أعرف العادات اللي أنا عاوزة أشتغل عليها علشان أكتسبها، أو العادات اللي أنا عايزة أشتغل عليها علشان أتخلص منها. لازم أكون عارفة مهامي اليومية اللي بتساعدني في تطوير جودة حياتي. لازم أكون عارفة الوقت الحالي عامل إزاي، إيه هي أولوياتي في الوقت الحالي، إيه هي التفاصيل اللي هشتغل عليها دلوقتي. فلازم أكون عارفة كل ده وأحدد المناسب وأبدأ أتعلم، أعمل خطة، وأتعلم بقى عن طريقة كيفية كتابة الخطة الأسبوعية والشهرية واليومية والسنوية كمان. الخطوة الثالثة هي معرفة جميع جوانب حياتي. النقطة دي مهمة جدا جدا، وهتخلي عندنا رؤية واضحة لكل المشاكل اللي في جميع الجوانب التمانية، سواء كان الجانب المالي أو المهني أو الاجتماعي أو العائلي والأسري أو النفسي والشخصي أو الجسدي والصحي أو العقلي أو الديني والروحاني. وده برضو علشان أبدأ أحدد الطريق اللي همشي فيه الأول. مهم علشان يكون عندنا توازن في حياتنا نشتغل على التمن جوانب دول، لكن ده طبعا هيكون صعب. وبنختار الجوانب اللي لما هنركز عليها الأول هتساعدنا على التطوير والنجاح، وتأثيرها ده هيعود على باقي الجوانب. ومع الوقت هنبدأ نركز على جوانب تانية. عجلة الحياة المتوازنة من أفضل طرق تطوير الذات، بصراحة بتخلينا عارفين كل جوانب حياتنا. يعني في ناس هتكتشف إن عندها جوانب هي مش واخدة بالها منها، وكمان هتكتشف إن في جوانب واقعة جدا جدا، وده يمكن مؤثر على باقي الجوانب في حياتنا ومسبب لنا عدم توازن وسعادة ورضا عن حياتنا. فمهم جدا نتعلمها، وده إن شاء الله اللي هنتكلمه مع بعض في الفترة الجاية. الخطوة الرابعة وهي مهارة التخطيط. مهم جدا في اللحظة دي، بعد ما عرفت أدواري في الحياة، حددت مشاريعي وأهدافي والمهام والعادات بتاعتي، عرفت الجوانب اللي أنا هشتغل عليها، لازم بقى أكتسب الطريقة اللي هتساعدني على تنفيذ كل الكلام ده، وهي طبعا مهارة التخطيط. مهم جدا أتعلمها، لكن نخلي بالنا إن دي مهارة مكتسبة، فلازم نصبر على نفسنا شوية، ولازم أعرف إني هفشل كذا مرة لحد ما ألاقي وأوصل الطريقة اللي هتكون مناسبة ليا، اللي هتكون ماشية مع روتين حياتي. ونخلي بالنا إن إحنا هنفشل، ولازم هنفشل، مش بس في مهارة التخطيط، دي في حاجات تانية كتير. الفشل ده مع الوقت هيعرفنا الطريقة الأنسب لينا. الناس اللي دايما بتكون محتارة يا ترى أخطط في بولي جورنال ولا بلانر، مع الوقت انتي بنفسك هتردي على السؤال ده. ولازم أعرف إن أي فشل في التخطيط هو مش فشلي أنا ولا فشل التخطيط، هو فشل في الطريقة. يعني مش لازم خالص أحبط وأشك في قدراتي وأنهار، وإن أنا خلاص أركن الموضوع ده وأسيب حياتي متشقلبة فوقاني تحتاني. لازم أستمر في عملية تعلم التخطيط لحد ما أوصل للطريقة اللي هتكون مناسبة ليا. ولازم أصبر، لأن بصراحة في الوقت الحالي مع كتر المشتتات وكل الحاجات اللي احنا بنمر بيها، ده يعني مهارة التخطيط ما بقتش اختياري، بقت إجباري على أي حد عايز ينجح ويطور من نفسه ويكتسب عادات كتير علشان يبدأ يتبعها ويقيم نفسه من وقت للتاني. أو أي حد عايز ينجح ويحقق أهداف كبيرة صعب تحقيقها من غير مهارة التخطيط. الخطوة رقم 5 وهي اختيار طريقة التخطيط. إزاي أختار الطريقة اللي هتناسبني؟ في البداية هديكم شوية تريكس، لكن هيكون في مواضيع أكتر في فيديوهات تانية جديدة إن شاء الله. في البداية هناخد النوع، أختارها بلانر جاهزة، ولا أختارها بولي جورنال، ولا أختارها نوت بوك، ولا أختارها أجندة، أو أختار ورقة فاضية. أول حاجة النوع. لو انتي مشغولة، يعني عندك مهام كتيرة برا البيت، بتشتغلي برا البيت، فأنا أنصحك تجيبي بلانر تكون جاهزة. عيبها الوحيد إن ممكن الطريقة اللي من جوه اللي صاحب البلانر عاملها ما تكونش مناسبة ليكي، فهتضطري برضو إنك تعدلي وتظبطي لحد ما توصلي للطريقة المناسبة ليكي. فهم بيكونوا عارضين الصفحات من جوه، لكن لازم قبل ما تشتري حاجة تفكري مع نفسك، يا ترى الطريقة دي هتكون مناسبة ليا؟
عايزاها يوم بيوم جوه التخطيط الأسبوعي ده ولا الشهري ولا حتى اليومي؟ طب هل البلانر دي هتكون مفيدة ليا؟ طب هل حجمها كمان هيسهل عليا إن أنا أخدها هنا وهناك ولا لأ؟ فلو انتي مشغولة معندكيش وقت أسبوعيا شهريا يوميا تخططي جداول وتعملي تراكر للهابتس بتاعتك أو للعادات، تختاري بلانر، لكن برضو خلي بالك لأن هيكون فيها شوية تفاصيل مزعجة بالنسبة لك. لو عندك وقت شهريا أو أسبوعيا وبتحبي تدوني وعارفة طريقة التخطيط المناسبة ليكي أو هتتعلمي فيها في الأول، ومش شرط خالص على فكرة تكوني بتعرفي ترسمي لأن ده مش مغزاه التخطيط ولا ده هدفه. احنا محتاجين بس طريقة تساعدنا على كتابة الخطة وتوزيعها جوه أجزاء معينة بكل مشروع أو بكل هدف كبير مثلا، وهبدأ أقسمه على الأسابيع. وممكن تستخدمي ستيكرز، ممكن تطبعي ورق. فالبولي جورنال هتكون لذيذة وهتعرفك مع الوقت. عادي لو جبتي بولي جورنال وما قدرتيش تكملي لازم توقفي فورا وتدوري على البديل. مفيش قاعدة ثابتة في التخطيط بالذات، ولو لسه مش عارفة لحد دلوقتي فبنصحك إنك تجيبي نوت بوك مسطرة مقاسها يكون مناسب ليكي، يعني منقطة أو مسطرة زي ما انت عايزة. يعني حاولي ما تبذليش مجهود خالص في كتابة الخطة، انت بتبذلي مجهود في كتابة الخطة نفسها. الكتابة دي انت ممكن تجيبي ورقة فلوسكاب والدنيا بسيطة جدا، وبكشكول بتبدأي تزينيه الدنيا هتكون معاكي زي الفل. أنا بنصح دايما إن يكون معاكي نوت بوك صغيرة، مش صغيرة قوي بس قد حجم كف الإيد كده مثلا، بمساحة كويسة من جوه، ممكن تكتبي فيها خطة شهرية أو أسبوعية أو يوم بيوم، والموضوع هيكون بالنسبة لك بسيط. ومع الوقت ولما تتعلمي الخطوات دي الموضوع هيكون بالنسبة لك مش فارقلك. هتمسكي أي كشكول عندك فاضي وبتبدأي تحطي الخطة المهمة اللي عندك في أي حاجة قدامك، لكن في البداية بس حاولي تستخدمي أدوات، ومع الوقت هتكتسبي وهتعرفي الطريقة المناسبة ليكي. بتمنى جدا يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك. الهدف منه إني أقولك مش شرط خالص الأدوات، مهم جدا يكون عندك وعي ورؤية تكون واضحة، محددة أهدافك، عارفة أدوارك، عارفة جوانب حياتك، عارفة هتشتغلي على إيه، ثم بعد كده تبدأي تدوري على إنك تكتسبي مهارة التخطيط وإزاي تحطي خطة شهرية وإزاي يكون عندك أدوات تساعدك. بتمنى جدا جدا تبدأي بأول خطوة على طول وتحددي أدوارك وتعرفيها علشان تبدأي إن شاء الله تحط لها خطة. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنشتغل أكتر مع بعض عن خطوات هتساعدك على كتابة الخطة العام الجديد. مش شرط العام كله، حتى ولو خطة يومية، لكن تكون خطة واقعية عقلانية نبدأ نحط فيها المناسب لينا. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة، يا رب أكون قدرت أساعدك وأحطك على أول سلمة من حياتك الجديدة. وفي نهاية الفيديو بتمنى جدا تسامحيني لو كان الصوت والإيديتنج والمونتاج مش ألطف حاجة، بس ده تقريبا أول فيديو ليا على قناة فلسه جديدة ولسه بتعلم. وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية أقدر أكون طورت في المهارات دي وأحسن منها. ولو مهتمة بالتخطيط والتنظيم تقدري تتواصلي معايا من خلال اللينكات اللي هحطها في صندوق الوصف أو مثبتة بأول تعليق. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تدوسي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي جديد. شكرا على المشاهدة، سلام.